أطفالهم ذبحت فيها خذوا تربها كحلا إلى البصر ولهفتا لبنات الطهر حين رمت إلى مصارع قتلاهن والحفر رمين بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت ذاهل ذاعري بها الأرض خيل الأعادي جسم خيدا ستة يا نزول الغاضرية والصلون الحفرة بها الأرض عباس قطع جفوفه طاح العلم بها الأرض شيخ العشيرة استخرجوا قلبه بسهم بها الأرض هجموا علينا وفرهدونا من الخيام والولي مرمي وعينه تشوف حالة نسوته لاح قبر حسين لها وانذهل منها القلوب صرخته طاحت على قبره ومدامعها تصوب قالت اقعد شوف متن اشحل عليه من الضرب وانظر السجاد من بعدك اش صارت حالته لا شوفه يوم حطوا الجامعة وقعد الثقيل وخلوا برجله سلاسل وهو يا ابن امي علي فوق ناقه مهزله والدرب يا ابن امي طويل والضرب من غير فاصل والقلوب مفتته لو ردت يا حسين افصل لك مصايب هالسفر يوم ما يكفي عدد يا خليصي ولا شهر ذاب جسمي من السرى وانعمت عيني من السهر هضمني ابن زياد يا ابن امي وشهرني بكوفته وقفت قدامه من اكسر راس لكن يا شهيد ما شف الذله يا بعد اهلي مثل مجلس يزيد قومه يسامون سكن عزيزتك سامل العبيد بالحبل ننجر وابنك على انجرحت رقبته خويا كم سوق دخلتها وكم مدينة وكم بلد وجيت بيتامي على قبرك ولا لي جلد وتدري بركوب الهزل ينحل يا خويا للجسد وين ابو فاضل كفيلي يوصلون الحفرة وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونه وهذا الروس جبناها ومنكم نطلب العونه وراس حسين سمحولي تراها مكسر سنون جينا والله جينا وعلى قبرك قعدنا نخيناك يا عزنا وضمدنا هذه المحامل قوم ردنا لأرض المدينة وطن جد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.